هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. مبسوطة قوي ان انا بصور فيديو النهاردة، ومبسوطة جدا 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 ان انا قدرت اخيرا اقوم من الحاجات كتير قوي بقى اللي انا فيها. وفاينلي هعمل معاكم فول ريفيو عن الهوم ليزر ماشين، جهاز ازالة الشعر في البيت. طيب كلنا عارفين ان انا كنت بستخدم الجهاز ده بقالي فترة طويلة. انا تقريبا شارياه من 3 او 4 سنين، بس جت فترة الحمل والولادة وكده ما كنتش عارفة ان انا استخدمه، لانه انا عارفة انه اتس سيف، ومعظم الدكاترة ومعظم الناس بيقولوا ان اتس سيف ان احنا نستخدم جهاز ازالة الشعر اثناء الحمل. بس انا بصراحة من الناس اللي بتحب في الحاجات دي تروح مع النسبة القليلة، حتى لو هي قليلة جدا، بس بحب اكتر اكون في السيف سايد. يعني لما يكون الموضوع ليه علاقة بان معاكي بيبي، او ان انت حامل، او ان انت بترضعي، ما تجازفيش ابدا 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 في سكين كير او في صبغة شعر او في ليزر او في اي حاجة تجميلية مش طبية، علشان بجد الموضوع فعلا مش هيكون مستاهل خالص. فانا الفتره اللي كنت حامل فيها اكتفيت بس ان انا بعمل شيفنج، ورجعت استخدم الجهاز تاني بعد ما ولدت. فخليني دلوقتي اقول لكم بقى ان انا مثلا بقالي بتاع سنه بستخدمه، وعندي خلاص فول ريفيو اقدر اقول لكم وجهه نظري كامله. الاول بس علشان انا برضو يعني ما اعرفش، جوايا كده تانيب ضمير او جلد للذات فظيع. بخاف جدا اقول اي كلمه او اريكومند اي حاجه وحد يعمل بنصيحتي ويروح يشتريها او يروح يستخدمها، ويعني ما ياخدش النتيجه اللي هو متوقعها. خلينا نبقى متفقين انه احنا اجسامنا كلنا مش زي بعض. يعني جسمي مش زي جسمك، مش زي جسم صاحبتي او اختي. كلنا بنختلف، وبالتالي بتختلف استجابتك انت للليزر. ده بشكل عام كده، مش قصدي ان انا اخوفكم منه، بس قصدي ان انا اكون صريحه. فانا هقول لكم تجربتي انا الشخصيه، عشان انا بس بخاف زياده والله ان انا اقول زي ما تقول كده كلمه وانتي تروحي تشتريه او ما تشتريهوش بناء عن وجهه نظري انا. وخليني برضه اقول لكم ان انا والله العظيم بقول دايما 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 رايي بمنتهى الصراحه، ولا عمري بعمل ريفيو لحاجه او بتكلم عن حاجه انا مش واثقه منها مليون في الميه ومجرباها ورايي بصراحه. طيب يا حلوين، اولا الاجهزه بتاعه الهوم ليزر ماشينز، يعني الاجهزه بتاعه ازاله الشعر في البيت اللي بالليزر، في منها براندز كتير قوي، في منها ماركات كتير قوي، وكلهم نفس الفكره. هم بيستخدموا حاجه اسمها الاي بي ال، او اللي هو الوميض الضوئي، علشان يشيل الليزر. هي افكتيف او مؤثره، انا بجد معايا كانت نتيجتها رائعه جدا جدا جدا. خصوصا الناس بقى اللي بيطلع لها مش الشعر اللي هو تحت الجلد، اللي هو يعني عارفين مثلا لما بنيجي نقشعر كده مش بتحسي ان كأن في نقط في الجلد؟ في ناس بيبقى عندها الموضوع ده. انا كان عندي يعني في اجزاء بسيطه من جسمي نفس الفكره دي، علشان بيكون نتيجته الجفاف الشديد. لو حد جسمه مثلا مش بيشرب ميه زياده، لو انت مش بتشربي ميه كويس، لو انت عندك جفاف دي هايدريشن، الكلام ده كله ساعات بيطلع كده. اوكي، فالليزر بجد ممتاز في الموضوع ده. طيب ايه اللي يخليني اشتري جهاز الليزر ده وما يخلينيش اروح اجيبه؟ اولا ان انت سهل جدا انك تستخدميه في البيت، سريع جدا، السيشن كلها مش بتاخد منك تلت ساعه، نص ساعه بالكتير قوي لو بتعملي فول بادي. يعني انا عشان بعمل ايدي ورجلي فباخد مثلا 10 minutes 15 minutes بالكتير وبكون مخلصه. واسهل حاجه واحلى حاجه ان انت براحتك صبح ليل، مواعيدك بقى انت عارفين مواعيد الكلينكس عشان تروحي تاخدي معاه في ليزر بقى كلينيك، وتقعدي وتستني ودورك والدكتور، وكمان مش بيكون فيه برايفسي. انا عارفه انه في الاول وفي الاخر دي دكاتره، يعني اكيد انت مش تروحي تعملي عند حد يعني كده، بس اكيد دكتور. بس برضه في الاول وفي الاخر انت بتبقي حاسه باحراج. فده بقى براحتك خالص، انت بتتحكمي في كل حاجه، في وقتك، في المكان، في قاعده ازاي، قاعده فين، الكلام ده كله. فبصراحه يعني انا بالنسبه لي الموضوع ده لايف سيفر بصراحه، عجبني جدا. طيب انا هقول لكم كده اكتر اسئله جات لي عليه. اول سؤال، يعني ده افكتيف او ليه تاثير؟ ليه تاثير حلو جدا جدا جدا، وفعلا بيأثر في اولا ما فيش حاجه اسمها هير ريموفر، او ما فيش حاجه اسمها ازاله شعر، في حاجه اسمها هير ريدكشن او تقليل الشعر. فهو بيعمل هير ريدكشن او بيقلل جدا 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 بنسبه 80 ل 90%. فحتى لو عندك شعر مش هيكون باين. يعني بصوا اهو، انا كده مش بعمل اي حاجه غير الليزر وشيفنج طبعا ما بين السيشن والتانية. في الاول بتستخدميه مره كل اسبوع لمده 3 شهور،
وبعدين بتبدأي يعني الفترات تبقى متباعدة شوية ما بين كل سيشن والتانية، فبتكون مرة كل شهر، وبعدين بقى ممكن مثلا مرة كل شهرين على حسب انت بيطلع لك الشهر مثلا كل قد ايه، فبتبقى زي مينتيننس سيشنز كده، وانت اللي بتتحكمي بقى. انت حاسه انك اوكي دلوقتي عايزه تعملي سيشن، هتعملي الشيفنج وهتعملي السيشن بتاعتك. طيب بنعمل السيشن قبل الشيفنج بعد الشيفنج ازاي؟ انا بفضل، ودي تريكس انا عرفتها من دكاتره، انه ان انت تعملي شيفنج وبعدها بيومين 3 تعملي السيشن بتاعه الليزر بتاعتك. طب ليه؟ علشان بعد الشيفنج بيومين 3 بيبدا المسام تبقى يبين فيها البدايه بتاعه الشعرايه، فساعتها الليزر هيتارجت احسن بكتير قوي المكان اللي فيه الشعر. اوكي، دي حاجه. تاني حاجه، مش مفروض ان انت بعد ما تخلصي السيشن تاخدي شاور، فهتاخدي شاور قبلها مش بعدها، وانا بفضل انه 24 ساعه بعد السيشن ما تاخديش شاور، ولما تاخدي شاور خليه شاور ميه دافيه مش ميه سخنه، وبلاش تحكي المكان اللي انت عملتي فيه السيشن بتاعت الليزر جامد قوي، يعني خليكي بس كده لطيفه واعملي خدي شاور وخلاص. طيب تستخدمي مرطبات قبل او بعد؟ انا بصراحه بحب ارطب يوم قبلها وبستخدمش حاجه في اليوم اللي انا هعمل فيه ليزر، واجي بعدها اخد شاور خفيف اللي هو بعدها بيوم، يعني ما باخدش يوم الليزر مش باخد فيه شاور، واخد بعدها شاور واحط كريم خفيف يكون حاجه طبيعيه، الوفيرا جel مثلا، حاجه بقى مثلا من براند طبي، او حاجه مش يعني حاجه ما تكونش فيها برفيوم كتير او فيها روايح كتير، فاهماني؟ حاجه ما تكونش فيها كيماويات كتير يعني. طيب ده كده ازاي نستخدمه. طيب بتستخدمي الجهاز ازاي؟ الجهاز بيجي في اجهزه، انا طبعا مش بعمل اعلان فمش بقول لكم على براند معين، في اجهزه بس ده غالبا بيكون شكل معظم الاجهزه بتاعه الليزر. في اجهزه بتيجي بالنضارات بتاعتها وفي اجهزه بتيجي من غير. لو انت الجهاز بتاعك جاي من غير النضاره بتاعه الليزر، هاتي النضاره، علشان يعني مش امان خالص ان انت تعملي الليزر من غير النضاره. بنستخدمه ازاي؟ اول حاجه بتبقى الفيشه، هتحطيها انت في الفيشه. طريقه استخدامه سهله جدا، هو الجهاز بيكون كده وانتي بس بتدوسي ضغطه واحده على الزرار ده اهو، وبيبدا عندك يبان هنا الدرجات بتاعته، يعني اول درجه تاني درجه، هو فيه تقريبا 5 أو 6 درجات، 1 2 3 4 5 5 درجات. وانتي كل يعني لو انا نصيحتي اول ما تبدأي هتعملي على اول درجة، بعدين السيشن اللي بعدها على اول درجة برضو، خليكي كل 2 سيشنز اطلعي درجة لغاية ما تحسي ان انتي بتتلسعي كفاية، خلاص ما تعليش عن كده. لو انتي بشرتك غامقة مش فاتحة، حاولي دايما تروحي للدرجات الاقل مش الدرجات العالية عشان ما تتحرقيش. ما تستخدميش ابدا جهاز الليزر من غير النضارة. طيب فانا مثلا كده يعني اخترت اول درجه، ممكن اعلى درجه كمان، والثالثه اهو كده 3. كل ما بدوس ضغطه كل ما بينور هنا زرار زياده، طبعا مش هيكون باين قوي في الكاميرا. وبعدين هلبس النضاره بتاعه الليزر، وعندي بقى 2 اوبشنز. اول حاجه يا اما هتعملي كده هتوجهي الجهاز لايديكي او للمكان اللي هتشيلي منه الليزر، وهتبداي تدوسي هنا كده فهيطلع البلس كده، شايفين كده؟ او بدوس هنا ضغطه طويله على الزرار ده الجهاز بتاعي، لو دوست هنا ضغطه طويله كده هيبدا بقى ان هو يشتغل اوتوماتيك. يعني ايه اوتوماتيك؟ يعني وانس ان الجهاز هيلمس الجلد هو اوتوماتيك هيدي البلس بتاعته زي ما هتشوفي كده. وطبعا المكان اللي انت بتعمليه ما تروحيش وتيجي فيه كتير، شايفين؟ بمنتهى السهوله. اوكي اهو، اوكي. لو هو مش متعرض للجلد مش هيعمل، لو مش معمول كويس مش محطوط كويس كده اهو مش هيعمل. ده برضو بيكون يعني عامل امان في الجهاز. بصوا لازم يتعمل كده اهو، اهو لازم يبقى متغطي خالص بالسكين علشان يتعمل. اول ما هنخلص هندوس هنا ضغطه كده طويله بس قفل الجهاز. اوكي بس كده، دي طريقة عمل الجهاز. بيلسع يعني لا يذكر، لا الوجع بتاعه بجد مش بتحسي بيه خالص، ولو انت خصوصا بتستحملي الوجع فيعني لا مش وجع محسوس خالص خالص. امان امان. انا بقالي اكتر من سنه اهو بستخدمه، ولا عمري الحمد لله ما شاء الله حرقت نفسي، ولا حصل لي اي حاجه، ولا حصل منه اي رياكشن لجسمي ولا اي حاجه. يستاهل ثمنه، انا بالنسبه لي يستاهل اكتر من ثمنه بكتير، وبجد بجد حتى لو انت هتكملي
في العياده ومعاكي فلوس جهاز، انا بنصحك جدا انك، انا مش بعمل اعلان عن حاجه يعني، مش براند معين بقولك عليه، بس فكره جهاز الليزر ان هو موجود معاكي في البيت، لا بجد الموضوع هيفرق معاكي جدا جدا. انا حاولت اقول كل الاسئله اللي اتسالتني عن الجهاز، سواء رايي فيه، طريقه استخدامه، الايفكت بتاعه، كل النصايح اللي قبل وبعد. لو انت عندك اي سؤال برضو اكتبيه في الكومنتس، هرد عليكي على طول. وهسيب لكم برضو في الديسكربشن بوكس كل اللينكس بتاعتي بقى، الانستجرام والفيسبوك اكاونت والجروب وكل حاجه. فتاكدوا برضو ان انتوا عاملين لايك علشان يعني اتشجع اكتر ان احنا نعمل فيديوز كتير الفتره اللي جايه. ما بحبش خالص اعمل فيديو والاقيه كده ما فيش اي افكت او ما فيش اي تفاعل. فبس كده يا حلوين، لو الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم ما تنسوش ان تعملوا لايك للفيديو واكتبوا لي في الكومنتس اي سؤال جه على بالكم وهرد عليكم على طول. اشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد. باي باي.